النهارده هاقول لك على أهم 5 مصطلحات في الads manager. أول حاجة معانا هي الROAS، يعني كل جنيه بتصرفه في الإعلانات بيرجّع لك مبيعات قد إيه. الrange الطبيعي لو أقل من 2 يبقى ضعيف، ومن 2 ل4 مقبول، وأكتر من 4 يبقى ممتاز جدًا، وفي حالة إن هو أقل من 2 يبقى ترجع للcreative وتعدلها. تاني حاجة معانا هي الCTR، نسبة الناس اللي ضغطت على الإعلان. الrange الطبيعي بتاعها لو أقل من 1% يبقى الإعلان ضعيف، ومن 1 ل3% جيد، ولو أكتر من 3% يبقى الإعلان قوي. والCTR في حالة إنه قليل يبقى المشكلة يا في الhook يا في الdesign. تالت حاجة الconversion rate، وده نسبة الناس اللي دخلت الموقع أو اشترت، وده الrange الطبيعي بتاعه لو أقل من 1% يبقى فيه مشكلة كبيرة جدًا، ومن 1 ل3 طبيعي، ولو أكتر من 3 يبقى ممتاز. ولو الزيارات كتير وما فيش شِرا يبقى عندك المشكلة في الموقع يا إما في الثقة. رابع حاجة معانا هي الCPC، دي تكلفة الضغط على الإعلان، والrange الطبيعي بتاعها لو أقل من 2 جنيه يبقى ممتاز، ومن 2 جنيه ل5 جنيه طبيعي، ولو أكتر من 5 يبقى أنت محتاج تحسين، ولو الCPC عالي يبقى الاستهداف محتاج تغيّره، يا إما محتاج تغيّر الcreative. رقم 5 معانا هي الfrequency، وديّة هي عدد ظهور الإعلان لنفس الشخص، والrange الطبيعي بتاعها من 1 ل2 مثالي، ومن 2 ل3 مقبول، ولو أكتر من 3 يبقى الجمهور زهق، ولو في حالة إن هو عالي يبقى لازم تغيّر الcreative. اعمل لي follow عشان تعرف أكتر عن التسويق، ولو أنت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب اعمل لي subscribe. سلام.